السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مطبخنا على قد الايد. النهارده هنعمل مع بعض شاورمة الكبدة. طبعا في حد هيقول لي ايه شاورمة الكبدة؟ في حاجة اسمها شاورمة الكبدة؟ ايوه، في حاجة اسمها شاورمة الكبدة، وكمان مش اي شاورما، ده احنا هنعمل عزومة على شاورمة الكبدة النهارده. يلا بينا نشوف المقادير. معانا كبدة متقطعة شرايح رفيعة، فلفل رومي برضو بنتقطع بنفس الطريقة، بصل، فلفل حامي، فصين 3 توم، ملح وكمون، كزبرة ناشفة، وكمان ما ننساش الزيت. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. معانا طاسة سخنة على النار، نحط فيها شوية زيت كده حلوين، وبعدين ننزل بالكبدة، ونبدأ نقلب. وكده حبايبي الكبدة اخدت اللون الحلو بتاعها. طبعا لازم تستوي سوا كامل. ننزل بالبصل، الفلفل الرومي، والفلفل الحامي، ونقلب بقى ده كله كده مع بعضه. بعد كده هننزل بالثوم، وده الملح والكمون والكزبره الناشفه برضه هننزل بيهم، ونقلب كله مع بعضه، ونفضل نقلب لحد طبعا ما كله يدبل معايا. وكده حبايبي نقدر نقول ان هي خلاص كده الشاورما بتاعتنا جاهزه على التقديم، استوت. طبعا مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي، يا ريت تجربوها. ويلا بينا بقى دلوقتي نقدمها في الطبق. وكده حبايبي يبقى طبق الكبده معانا النهارده جاهز على الاكل، وبألف هنا وشفا. بتمنى بقى تعملوا لايك وتعملوا لي اشتراك عشان نوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.